وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزو بختنصر الثانية سنة 587 قبل الميلاد. وذهب برخيا صاحب يرمياه النبي الإسرائيلي بمعد إلى حران من الشام، فلما انكشف ضغط بختنصر رجع معد إلى مكة، فلم يجد من جرهم إلا شخص يسمى جوشم ابن جلهمة، فتزوج بابنته معانة فولدت له نزار. وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك، وضاقت أحوالهم، فظلموا وسرقوا الوافدين واستحلوا مال الكعبة، وهذا الأمر غاض بني عدنان. ولما نزلت خزاعة بمر الظهران ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة، استغلت هذا الوضع فقامت بمساعدة العدنانيين وهم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة في حربهم لجرهم، حتى اضطرتهم إلى أن يرحلوا من مكة ويعودوا إلى اليمن، واستولت على حكم